السلاح وشأنه في مواجهة إسرائيل، لا شأن له في كل تفاصيلكم وأموركم، لكنه سلاح لا يقبل المزاح، فلا يجربن أي أحد أيا كان هذا الأحد أن يمازح هذا السلاح، لأنه لا يقبل حتى المزاح. نحن مع السلاح المقاوم ضد إسرائيل وأنتم ضد هالسلاح. أنتم مع السلاح يفوت على سوريا ضد سوريا أبداً، ومع السلاح أبداً مش مزبوط الداخلي المعد للفتنة ونحن ضد هالسلاح. هيك نحن بنشوف الأمور، نحن هيك بنقرأ. أنتم بتقروا غير شيء. هلا قولوا لنا موقفكم. بنمارس غير شيء. نحن مع الجيش وتسليح الجيش وأنتم ضد تسليح الجيش. افتراء كبير. طيب خلي يقولوا لنا السلطة من 2005 لليوم شو جابت سلاح للجيش؟ انتوا بس بتقتلوا الجيش. هلا بفتح ملفات قديمة، يعني اللي عم يحكي يعني بفتح له ملفات يا وانتم بتقتلوا كثير من الناس، قتلتوا كثير من الناس. افتح ملفات قد ما بدك. مثل ما انك شايف من اول جلسة لهلا موضوع سلاح حزب الله ما قربنا صوبه. انا صراحة انت بتعرف هذا. انت بعد ما حكيت كيف اسمح لي ما وصل لك على هالموضوع. نعم. انا جاي دوري بعدين. انا كنت ناوي ما احكي عن هذا الموضوع بشكل مستفاض لانه حكيت عنه قبل بمره، ما بدنا نرجع نعيد حالنا. نعم. اذا هذا الموضوع بده يتم التطرق له بهذا الشكل، خلينا لكن نحن كلنا نقلب ورقنا، نقلب كلماتنا، نكبها كلها بزباله ونرجع نفتح نفس النقاش يلي فتحناه من سنتين. يا شخص اذا هذا المطلوب نحن جاهزين له. يا شخص اذا القصه نحن ما فتحنا الموضوع، هن فتحوه. يا شخص سامي، معقول يعني واحد بيكون هو متهم بشغله بيجي هو بيفتحها؟ يا شخص سامي روق بالك شوي. المقصد اللي عم تتفضل فيه صحيح.